جت فترة علينا كنا حرفيا منتخب لا يقهر يعني. في الفترة اللي هي بتاعت متعب وابو تريكة وبركات، يعني وقت ما كان الاهلي فعلا فيه لعيبة جامدة جدا، كان منتخب مصر وقتها حاجة جامدة. تمام. وعلى الرغم من ذلك ما حلفهمش الحظ وتأهلوا لكاس عالم يعني. بعد كده في وجهة نظري ان انا شايف ان مستوى منتخب مصر قل، وعلى الرغم من كده هم اتأهلوا كاس عالم. ففي وجهة نظرك اولا يعني الوصول لكاس العالم ده مجرد حظ؟ بص، مبدئيا الوصول لكاس العالم هو مش فكره حظ، هي المجموعه اللي احنا وقعنا فيها على النظام الجديد بزياده عدد المنتخبات اللي هتتاهل لكاس العالم. هي جت كده مصادفه معانا يعني. انت لو بصيت على المجموعه من قبل ما نلعب مع اي حد هتقول والله خلاص مصر رقم واحد يعني. فهي مش حظ على قد ما هي بس ظروف المجموعه. المستوى انحدر لكذا سبب، اولهم من وجهه نظر يعني تغيير النمط بتاع شخصيه اللعيبه. يعني اللعيبه في الاجيال اللي بتتكلم عليها 2006 8 10 كان في روح، اللعيبه كانت بتنزل تموت نفسها في الملعب، فعلا كانت بتحترم قيمه تيشرت منتخب مصر فعلا. دلوقتي الموضوع ما بقاش كده، الدنيا اتغيرت، ما بقى في حاجه غريبه. الناس ما بتنزلش اللي هو انا هاكل النجيل عشان انا التيشرت اللي انا لابسه عليه علم مصر. دي كانت موجوده زمان، ما بقتش موجوده دلوقتي، او مش زي زمان ومش مع كل اللعيبه. الحاجه التانية بقى لما تيجي تبص على دولة زي المغرب وتشوف هم بيشتغلوا ازاي من عملية تأسيس نشأة شخصية اللاعب من هو وعنده 15 سنة، وتبص على منتخب المغرب اللي هو عنده 17 سنة، وتبص على منتخب المغرب في 20 سنة اللي بياخد كاس العالم، لسه واخدين كاس العالم للشباب. أيوه. وتبص على منتخب المغرب الأولمبي اللي سكعنا على دماغنا في الأولمبياد. تمام. وتبص على منتخب المغرب الكبير اللي وصل دلوقتي رابع اخر كاس عالم. وتبص على كواليتي اللعيبه المغربيه اللي بتلعب عندك في الدوري المصري وما بتلعبش في المنتخب، محمود بن تايك ومحمد الشيبي ووليد الكرتي واشرف بن شرقي. انت بتتفرج على كواليتي وشخصيه لاعب يقدر فعلا يشيل تيشرت منتخب بلاده، حتى لو هو ما بيروحش المنتخب. أيوه. بس هو شخصيته يقدر. تمام. احنا عندنا اللعيبه هشه، احنا محتاجين نشتغل على اللعيبه من سن صغير في انه شخصيته تبقى قويه ويقدر يموت نفسه في الملعب. طب هو ده بيرجع لاختيار المدرب نفسه يعني. لو هنشوف اللي موجودين في منتخب مصر في الوقت الحالي هو اغلبهم محترفين، يعني هو تحس ان المدرب كده انا هشوف مين اللي محترفين بره يبقوا دول احسن ناس ضمهم للمنتخب. طيب ما هو ممكن يكون في ناس مش محترفين وعلى الرغم من كده بتكون مواهب كبيره جدا وحتى ما بيلاقوش في انديه. ده احنا بنشوف في الدورات الرمضانيه الفيديوهات اللي بتكون على فيسبوك كده اجوان بتيجي بشكل خرافي. هل ده بيكون مثلا بسبب ان هو استسهال اللي هو خلاص ده محترف فحطوا لي وخلاص يعني ما بيدوروش اكتر، ما بيكونش في كشافين؟ هقول لك على حاجه. زمان كابتن الجوهري. اهلا بيك يا دكتور. الله يخليك. حابين نعرف قصه تشجيعك لبيراميدز، خصوصا انه نادي اتاسس في 2018 يعني تقريبا ما كملش 7 سنين. تمام. بص، انا اساسا زمان كنت اهلاوي، بس اهلاوي بالوراثه، لان ابويا الله يرحمه كان راجل اهلاوي متعصب وكان كوير قوي يعني. فكنا بنحب الكوره يعني، كان دايما كل كلامي انا والدي الله يرحمه في الكوره. فانا لما بدات اكبر ويبقى عندي الوعي بدات يعني ايه ما بقاش متماشي او موافق على سياسات الاهلي وطريقه اداره النادي وتعامله مع مواقف كتير يعني. في حاجات في الاداره مش بالظبط يعني في لا مش في اللعب. هو نادي جماهيري طبعا وبطولاته كتير. لا ما حدش يختلف على اللعب. لا ده الاهلي يعني. لكن في بعض التصرفات في بعض القرارات في حاجات كده ما كانتش يعني ماشيه مع طريقه تفكيري او مع دماغي يعني. بالظبط. لحد بقى سنه 2018 لما جه المشهد بتاع عبد الله السعيد، انا شفت انه لا، قرار تصرف الاهلي في المشهد ده كان خاطئ، فقلت خلاص انا مش هشجع الاهلي تاني. جه بعدها على طول تزامن معاها نشأة بيراميدز، واللي زود بقى حب للنادي بقى انه عبد الله السعيد جه بيراميدز. فالدنيا بقت يعني ايه، حتى اللاعب المفضل بتاعك بقى في نفس النادي اللي انت بدأت تشجعه. فالدنيا مشيت كبير لعبد الله السعيد. بالظبط. فالدنيا مشيت بالشكل ده. والحمد لله الإدارة الحالية اللي موجودة في بيراميدز ماشية بشكل انا موافق عليه جدا. تمام. طيب ليه بيراميدز ليه مش الزمالك مثلا يعني، في حين ان الزمالك برضو نادي كبير جدا ويعتبر هو القطب الثاني للكرة في مصر يعني؟ انا لما فكرت ان انا اغير تشجيعي للنادي الاهلي بعد ما خدت انا بفكر عشان خاطر انا مش مقتنع بسياسات الاهلي. فلما رحت لاتجاه تاني رحت لاتجاه حاجه انا مقتنع بيها، لكن مش حاجه تقليديه اللي هو انا خلاص هسيب ده هروح لده، هسيب اليمين اروح لليسار. لا، هي ما بتمشيش كده، لازم اكون انا مقتنع يعني بالفكره نفسها. طيب دايما بيتقال ان حضرتك بتشجع بيراميدز وكده علشان حاجه معينه، سواء شهره سواء مصلحه شخصيه.
فهل فعلا الكلام ده حاصل؟ يعني في مثلا عقد رعايه بشكل ما او باخر لحضرتك؟ طيب بص، مبدئيا يعني في جزئيه الشهره، انا الحمد لله يعني من عيله مرموقه الحمد لله في البلد، والحمد لله برضه ربنا سبحانه وتعالى رزقني بمهنه مرموقه. انا طبيب بشري اصلا. موضوع ان في عقد رعايه او ان في فلوس او الكلام ده، اقسم بالله انا عمري ما اخدت جنيه واحد من النادي ولا في اي حاجه من الكلام ده. وكل ما يقال على السوشيال ميديا ما هو الا يعني ايه كلام كده في الهوا، ملوش اي صفه ولا اي حاجه. تمام. طيب مع بدايه نشاه النادي في 2018 تحديدا، كنت بشوف في جروبات الفيسبوك دعوه لحضور ماتش بيراميدز القادم وليك مش عارف 500 جنيه ووجبه. فهل فعلا الكلام ده كان بيحصل يعني؟ بص في الاستاد وكده. بص هقول لك على حاجه. انا رحت ورا بيراميدز في برج العرب، ورحت ورا بيراميدز في لما جم اسوان عندنا، ورحت استاد دفاع الجو كتير، يعني يمكن اكتر من 10 مرات. عمري في حياتي ما شفت لا فلوس بتتوزع ولا وجبات خالص. تمام. وبعدين انا هقول لك على حاجه، احنا لو فعلا الكلام ده صحيح تمام، نقول نعرف طريقه ايه ونقول للناس الغلابه عليه. يعني في ناس كتير في مصر غلابه، نقول لهم والله يا اخوانا تعالوا يلا خد 500 جنيه. صح. لو هو الكلام ده فعلا صحيح يعني. صح، كلام مظبوط. بعد نهائي دوري ابطال افريقيا اللي فات، كان انتشر فيديو جاب شعبيه ما شاء الله كبيره جدا لحضرتك. حضرتك سعيد جدا بالفوز، ولدرجه ان شده السعاده يعني بكيت بكاء هستيري يعني. بص كده القصه دي. بص هو يعني الموضوع ده في ناس كتير ما تعرفوش يعني. انا اول مره اتكلم في الموضوع ده. قبل الماتش، ليله الماتش، في كذا قناه على السوشيال ميديا جم صوروا معايا على محطه القطر وانا مسافر القاهره عشان احضر الماتش. تمام. فالموضوع عمل ضجه شويه على السوشيال. ففي ناس يعني مش عارف اوصفهم بايه يعني، دخلوا على صفحتي شافوا انا متجوز مين، فبعتوا رسائل شتيمه لمراتي، واخدوا سكرينات من الشتايم اللي بعتوها لمراتي وحطوها في الكومنتات عندي. فيعني انا شخصان الموضوع بشكل بالظبط حاجه يعني غريبه خالص يعني. ايه دخل الاسره والاولاد بحاجه زي كده؟ فكان الموضوع غريب بالنسبه لي، تعصب مش كويس بالظبط. فسبحان الله بعدها انا قلت طب خلاص يعني همسح الكومنتات دي واعمل للناس دي بلوك وخلاص يعني. انا ايه ادخل اصلي وبعدين اروح الاستاد. دخلت اصلي انا وفي المسجد التليفون اتسرق. فالتليفون ده كان عليه الفان اي دي، وكان عليه الدعوه اللي كانت جايه لي للمقصوره، وعليه ارقام تليفونات الناس وكل حاجه. فانا رحت عند الاستاد ما كنتش عارف ادخل يعني. انا ما مش هدخل الماتش خلاص، انا جاي من كل المسافه دي عشان خاطر احضر الماتش، وفي الاخر مش هعرف ادخل. فبعد معاناه دخلت الماتش بعد نص ساعه من لما بدا، وكنت قاعد في الدرجه الثالثه. تمام. انا بيتهيألي يعني حضرتك ما زعلتش على التليفون قد ما زعلت على تذكره المقصوره اللي بالظبط. ما انا ما كنتش هدخل الماتش. انا تخيل جاي المسافه دي كلها ما كنتش هدخل الماتش. ايوه تمام. فاول ما قعدت كده في الدرجه الثالثه قلت يا رب يا رب، بس يعني بعد كل اللي حصل النهارده ده يا رب نروح اروح مبسوط يعني، يا رب نكسب. اول ما الحكم صفر وخلاص كسبنا، انا لقيت نفسي بصرخ وبقول الحمد لله بشكل لا ارادي. يعني الموضوع كان غريب شويه. ايوه ما كانتش افوره ولا حاجه مني، على قد ما كان كبت اليوم كان غريب يعني. ضغط اليوم او ضغط الرحله اللي حصل في السيناريو اللي حصل في اليوم ده هو اللي كان غريب. لما فريق الواحد بيشجعه بيجيب جون بيحس هرمونات دوبامين في كل جسمه. بالظبط. انت بقى فدي بطوله او مش اي بطوله. وبعدين ده نهائي افريقيا. ده نهائي افريقيا بالظبط، وكانت تاني بطوله للنادي. يعني كنا بس واخدين قبلها كاس مصر. أيوة. وانا كنت برضه موجود في نهائي كاس مصر ده، حضرته في برج العرب. لكن دي افريقيا بقى، ده كان موضوع تاني، وهتروح بالنادي في حته تانية. وفعلا احنا بعد البطوله دي اخدنا السوبر، ورحنا في الانتر كونتيننتال، واخدنا كاس القارات ال3. فكانت البطوله دي يعني بدايه الطريق بقى. طيب انت شايف ان نادي بيراميدز ممكن ان هو في اللي جاي ان شاء الله يعني يحقق دوري ابطال افريقيا مثلا كذا مره، وينافس بقى الاهلي والزمالك في عدد البطولات الدوليه وكده؟ بص هو فكره ان هو ينافس في عدد دي بعيده شويه، لان انت بتتكلم على جاب يعني في فرق كبير. يعني لو احنا هنتكلم مثلا عن الزمالك اللي هو اقل واخد 5 فبالتالي انت محتاج كام سنه عشان توصل انك تبقى نفس رقم الزمالك ده اللي هو الاقل. ما تكلمكش في الاهلي بقى، الاهلي ده حوار تاني. تمام. لكن وجود بيراميدز كفريق تنافسي لا هو مش لسه هيحصل، لا هو خلاص هو حصل. خلاص انت اي فريق بيقابل بيراميدز بيعمل له 1000 حساب، ولو كان الاهلي المصري ده امر منتهي. خلاص هو فريق تنافسي 100%. يعتبر بطوله دوري ابطال افريقيا اصعب شويه من الدوري المصري،
وعلى الرغم من كده بيراميدز لسه ما حققش الدوري المصري. يعني ابتداء من 2018 لحد 2020 او 21 تقريبا وهو في المركز الثالث، من وقت 21 22 لحد 2024 في المركز الثاني. يعني ما شاء الله في تقدم. هل حضرتك متصور مثلا ان بيراميدز ممكن ياخد الدوري امتى؟ طيب بص، هو طبعا لسه في قضيه على الدوري بتاع السيزون اللي فات، يعني ان شاء الله نقدر يعني نكسب القضيه دي وناخد الدوري اللي فات ده. دي حاجه. بس خلينا على الوضع اللي احنا فيه، ان احنا لحد دلوقتي ما حققناش بطوله الدوري. طيب احنا اخذنا دوري ابطال افريقيا. طب انت لما تيجي تتكلم على افريقيا، مين اكبر ناديين في افريقيا؟ هو الاهلي والزمالك. فتخيل ان انا بنافس الاثنين دول محليا اصلا. تمام. يعني انت لو بتتكلم على اكبر ناديين في افريقيا، انا اساسا بنافسهم محليا. فالموضوع صعب، بالاضافه لان انت عامل الجمهور الكبير للنادي الاهلي ونادي الزمالك بيصعب الدنيا. بالاضافه يعني ممكن يبقى في عوامل تانية، بس انا شايف انه لا، ممكن ناخد الدوري السنه دي غير قضيه السنه اللي فاتت. يعني السنه دي اللي احنا فيها ممكن جدا ناخد الدوري. او انت متوقع ان ممكن يتحسم في القضيه دي بشكل بالايجاب ولا بالسلب؟ لا اتوقع ان المحكمه هتحكم انه بيراميدز ياخد الدوري ان شاء الله، هتحكم بكده. يعني ايه سر نجاح بيراميدز في وجهه نظرك؟ بص، انا وجهه نظري احسن حاجه الاداره بتعملها دلوقتي ان هم ما بيتكلموش. يعني ما بيقعدوش يلفوا بقى على البرامج، وواحد يقول لك والله اصل اللاعب ده كان رايح الاهلي واحنا خطفناه، واصل احنا الماتش اللي جاي الحكم ده مش هنخليه يحكم، احنا لا مش كاملين في الشغل. حتى لما كان لينا حق مثلا في موضوع الدوري ده، لا هنروح المحكمه. ناس مركزه في الشغل، ما بتتكلمش غير في حاجات بسيطه. في انديه تانية بدون ذكر اسماء، يعني هو شغلهم هو الشو بالظبط. هو بيلفوا بس على البرامج بقى، واحنا مش هنسيبه واحنا هنعمل واحنا فبيركز في الشو، ما بيركزش في الشغل. بالظبط. الحاجه التانية برضو انه الفريق او النادي يعني مركز في كرة القدم بس. تمام. ما فتحش على نفسه بقى مثلا العاب صالات، ما فتحش على نفسه نادي اجتماعي. لا، احنا بيراميدز اف سي فوتبول كلوب، فريق كوره. فانت بس معاك فريق الكوره والكره النسائيه وفرق الناشئين بس. فانت برضو لامم الدنيا بتاعتك، غير باقي الانديه بقى اللي عندها العاب صالات وعندها نادي اجتماعي. فالدنيا برضو بتبقى اوسع شويه. طيب حضرتك بتشوف دخول الاستثمار في الكوره اضاف ليها بالايجاب ولا بالسلب؟ بص، هو دخول الاستثمار في الكوره ده كان امر حتمي، لانه العالم كله بقى كده. تمام. الفكره بقى احنا هنتعامل معاه ازاي؟ يعني هل احنا هنتعامل معاه بشكل احترافي ويكون في قواعد منظمه للموضوع ده ولا لا؟ انا لحد دلوقتي شايف انه في مصر ما فيش حاجه بتنظم حاجه زي كده. يعني احنا لحد دلوقتي ما عندناش قواعد اللعب المالي نظيف، فبالتالي اي حد بيشتري اي لاعب ايا كانت مصادر الفلوس. تمام. فالدنيا مش منظمه، لكن دخول الاستثمار ده امر حتمي كان هيتم. تمام. القصه دي يعني لازم كانت هتحصل. طيب هو انا معلش يعني ممكن اكون مش ملم قوي بالمعلومه دي، هل في حد شرائي للنادي في مصر؟ يعني انا عارف ان في اوروبا الكلام ده مطبق، بس في مصر لا مفيش اي حد يشتري باي مبلغ، اي حد بيشتري باي مبلغ. وده اللي رفع اسعار اللعيبه بالظبط. يعني انت النهارده كان يدخل اي نادي قصاد اي نادي. يعني كان في لاعب اسمه صلاح محسن كان بيلعب في نادي انبي، دخل نادي الزمالك امام مستشار مرتضى منصور، رفع العقد رفع قيمه اللاعب لحد 38 مليون جنيه. النادي الاهلي ساعتها رفع العقد ل 42 مليون جنيه قيمه اللاعب سنه 2018، وكان وقتها لاعب بيلعب في المنتخب الاولمبي، لسه برضه لاعب ما هوش سوبر. يعني ما انا مش جايب صفقه من سوبر. الموضوع اتقلب مزاد. فما ده لانه ما فيش قواعد تنظيميه. ودي برضه يعني الجزئيه اللي بتاكد ان القصه مش بيراميدز، مش بس بيراميدز عشان بيضخ فلوس مثلا او عشان خاطر نادي مثلا معاه فلوس هو اللي رفع اسعار اللعيبه. لا، الموضوع بدأ من قبل اصلا بيراميدز، من قبل بيراميدز ما يتعمل. في 2018 تحديدا كان اغلى 10 صفقات موجوده في الدوري المصري، كان 9 منهم لبيراميدز. وكان من ضمن الصفقات دي اغلبهم كان لعيبه من نادي الزمالك. وفيما بعد 2018 كان انتقل كمان ناس من الاهلي لبيراميدز. فهل شايف ان ده ممكن ان هو يكون بيسبب كره من جماهير الاهلي والزمالك اللي هم يعتبر اكبر ناديين شعبيين يعني بالكره في مصر لنادي بيراميدز؟ بص، هو احنا يعني انت زي ما انت بتقول ايه، لعيب انا اشتريته من نادي الزمالك زي مثلا عمر جابر، زي علي جبر، زي احمد الشناوي. فبالتالي هو نادي الزمالك اصلا وجماهيره موافقين على عمليه البيع لان هو باع اصلا. فدي ما تعملش مشكله. الجزئيه اللي كانت مثلا القصه الوحيده مثلا اللي ممكن كان فيها كلام مثلا احمد فتحي ورمضان صبحي، دول كان النادي الاهلي بيتفاوض معاهم ان هم يجددوا، فهم ما اختاروش ان هم يجددوا واختاروا ان هم يروحوا بيراميدز. فدي طب انا احط نفسك مكان اداره بيراميدز، لاعب انت ما عرفتش تتفاوض معاه عشان تجدد له،
وانا نجحت ان انا اجيبه. طبعا الغلط فين؟ نفس اللي عمله دلوقتي الاهلي مع زيزو. اداره الزمالك فشلت في ان هي تجدد عقد زيزو، فالاهلي دخل اتفاوض مع الولد، اتفق معاه، الولد راح النادي خلاص. يعني الفكره ان هو بيكون الموضوع مش فلوس او مش بيع وشراء، على قد ما هو كفان او كحد بيتفرج على ماتش، انا بكون شايف ان في لاعب رمز للنادي بتاعي. يعني زمان مثلا قبل كده كان ابو تريكه ومحمد بركات وعماد متعب، دول كانوا اللي هو لو الاهلي خلاص مبقاش في اهلي ما اعتقدش ان هم مش هيبقوا موجودين. فنفس الكلام برضو في الجيل الجديد اللي هو زي رمضان صبحي، زي عبد الله السعيد. فحته ان هم يتنقلوا من النادي بتاعك اللي هم كانوا يعني متالقين فيه بشكل كبير ويروحوا نادي تاني، فاعتقد ان ده بيكون فيه يعني ايه شويه كره صغيره كده. فاهم قصدي؟ بص هو ده طبيعي. ده طبيعي لان الجمهور ما بيشتغلش بالناحيه البروفيشنال، الجمهور بيشتغل بالناحيه العاطفيه. بالظبط. ده حصل حتى يعني مثلا دوناروما مثلا لما ساب الميلان وراح باريس سان جيرمان، جماهير الميلان شتموه بالظبط، لانه انت سبت النادي. بس لما تيجي تحسبها زي اي حد بيشتغل اي شغلانه، لما بيجي له اوفر في مكان تاني بيفضل الناحيه الماديه. بالظبط. تمام. فالجمهور ما بيبقاش باصص للناحيه دي. يعني هو انا ماليش دعوه انت هتاخد كام وماليش دعوه مين هيديك اكتر، انا ليه ان انا بحبك فانا عايزك تفضل موجود. لكن جزئيه الكره البيراميدز دي ليها علاقه بالناحيه التنافسيه. يعني يمكن اي حد بيبقى فيه منافسه بينه وما بين اي حد، يمكن حتى في الشغل ما بين اي حد والتاني، دي احيانا بتخلق جزء من يعني التنافر، الكره شويه. الموضوع ده اكتر شويه عند جماهير النادي الاهلي، لان جماهير النادي الاهلي لا تقبل بالمنافسه، لا تقبل بان هي تخسر. احنا في 2019 كسبنا الاهلي 3 ماتشات في نفس الموسم. تمام. فهم يعني ما بيقبلوش ان حد يكسبهم. هي دي يمكن يعني ميزه وعيب. ميزه للاهلي نفسه ولعيبه الاهلي ان احنا ما بنغلبش، فده بيبقى بيديهم دافع. بس عيب في ان انت لما بتتعامل مع اي نادي تاني او مع جماهير اي نادي تاني بيخليك مش متقبل ان انت تخسر، فما فيش روح رياضيه في التعامل. بس الفكره ان سواء في 2019 او قبلها او بعدها، يعني بيراميدز ما كسبش الاهلي بس، هو كسب كل الفرق تقريبا. فاعتقد ان كل الفرق جماهيرها برضو ممكن يكون في كره لنادي بيراميدز. لا ما هي الفكره هو يمكن عشان الاهلي بس جماهيره كتير شويه، فباين ده على السوشيال ميديا او باين انه هو ماشي. هو جماهير الاهلي طبعا اكتر جماهيريه في مصر وفي الوطن العربي، دي ما حدش ينكرها. لكن انا زي ما بقول لك فكره ان انت وبتشجع كوره تبقى متقبل ان انت ممكن تتغلب. تمام. فانا ملاحظ انه يعني مثلا جماهير الزمالك او جماهير الاسماعيلي او هو عارف ان هو داخل ماتش ما ممكن يتغلب. جماهير الاهلي ما فيش في القاموس بتاعهم ان في حد هيكسبنا. الجزئيه الثانيه بقى بتاعت منافسه في الصفقات بقى. تمام. اللي هو الاهلي كان زمان اي حد بيدخل عشان يشتريه فكان خلاص يعتبر الاهلي خلص الصفقه محسومه. لا دلوقتي بقى بيراميدز موجود وفريق قوي معاه فلوس محترمه يقدر يشتري بيها، وبدا كمان يلعب على الموضوع ده السماسره وكلاء اللاعبين، اللي هو لو لاعب عايزين يرفعوا سعره يقول لك ده بيراميدز عايز اللاعب فعشان يرفعوا من سعره. فدي يعني بتخلق شويه من انه الناس يبقى فيه تنافر شويه او مش حابه النادي. في 2018 وقت ما عمر جابر كان جاي من لوس أنجلوس، تمام، وقتها سعر اللاعب وصل ل 100 مليون جنيه. تمام. هل انت شايف ان دي حاجه كده فادت؟ لا طبعا. يعني لا طبعا ضرت صراحه. لا طبعا. الرقم ده رقم كبير جدا في الفتره دي. أيوة. تمام. وانا ما كنتش موافق مع سياسه الاداره في الفتره دي في الاسعار دي. لكن على الناحيه الثانيه في نفس السنه الاهلي اشترى حسين الشحات باكتر من 120 مليون في نفس السنه، بس في يناير كان. ايوه. تمام. فدي كانت يعني من الحاجات الغريبه ان كل الانديه بدات ترفع في الاسعار بالشكل ده، وده اللي ادى لارتفاع اسعار اللعيبه في مصر. قطبين الكره في مصر هم الاهلي والزمالك، وثالثهم كان الاسماعيلي. مؤخرا سواء الاسماعيلي او سواء الانديه الجماهيريه اللي مش الاهلي والزمالك ابتدت ان هي مستواها يقع بشكل كبير جدا، خصوصا الاسماعيلي برضو يعني في الفتره الاخيره يعني تقريبا كان بينافس على الهبوط يعني. فحضرتك شايف ايه سر تدهور مستواهم بالشكل ده؟ بص في التسعينات كده بدا الاحتراف يدخل الكوره، وبدات الانديه تبقى محتاجه فلوس عشان تقدر تكمل. تمام. الادارات المتعاقبه على الانديه دي كانت المفروض تبقى تفكر احنا ازاي هنعمل مصادر دخل للنادي. تمام. اول نادي فطن للموضوع ده بصراحه كان نادي الزمالك، لما قدر يستفيد بصور النادي في ان هو يأجره لبنوك والتوكيلات فيقدر يجيب دخل ثابت للنادي، اعلانات. ونجح في كده. تمام. بس بعد كده الادارات المتعاقبه فشلت في ان هي تستثمر الموضوع ده، فبدا النادي الزمالك يتاثر ماليا. طيب هل باقي الانديه بقى عملت حسابها للموضوع ده؟ محدش عمل حسابها. فبقت الانديه كلها تبقى الادارات المتعاقبه كلها يا اما رجل اعمال عايز يكون رئيس النادي
فيبدا يصرف هو من جيبه عشان يحافظ على البوزيشن بتاعته ومكانته الشعبيه. فلما يمشي الراجل ده الدنيا تقع، لان هو اللي كان بيصرف. تمام. ومفيش مصادر دخل تانية. تمام. فهي انا وجهة نظري ان الموضوع ليه علاقة بالادارات المتعاقبة في عملية التسويق وعملية ان احنا نقدر نجيب فلوس ومصادر دخل للنادي. ملاش علاقة بقى بانه بيراميدز دخل او ما دخلش او لا 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 لا. يعني القصة ليها علاقة يعني مثلا النادي الاهلي بيعرف يسوق نفسه في حقوق الرعاية وفي البث التلفزيوني وخلافه، فبيقدر يجيب فلوس يقدر يبقى بيها عنده سكواد قوي، يقدر يدفع رواتب اللعيبة بشكل منتظم. لكن باقي الأندية لا. طيب هو صفقات اللاعبين في الفترة الأخيرة للأسف هي اتحولت لمزادات أكتر منها صفقة يعني. تمام. النادي اللي يدفع أكتر تمام هو اللي يفوز باللاعب يعني. هل حضرتك شايف إن نادي داخل فيه مستثمرين وفيه فلوس بمعنى أصح لو عرض رقم أكبر في كل الصفقات يبقى هو كده فاز بكل الصفقات؟ بص، هو الفكرة كلها فين؟ إن أنت لازم تختار الصفقة اللي أنت محتاجها. يعني انا مش بجيب اي لاعب وخلاص. انا مش بتكلم على النادي نفسه، انا بتكلم على اللاعب. يعني اللاعب ده سواء بيلعب في اي يكن المكان اللي بيلعب فيه، انا هيتعرض عليا مثلا تجديد من النادي بتاعي نفترض اكس في نادي بيراميدز او اي نادي استثماري اكس في 10. تمام. بعقل اللاعب انا ليه ما امنش مستقبل عيالي وعيال عيالي؟ ما هو طبيعي ان هو يعمل كده. فده يعتبر يعني في شويه من افساد المتعه. ما هو خلاص ده بقى الاحتراف كده. هو خلاص هي بقت كده. لان هو زمان كان لاعب الكرة ده لاعب هاوي بيشتغل شغلانته الصبح وبعد الظهر بيروح يلعب كرة. لكن دلوقتي بقت شغلانته ان هو لاعب كرة، فالطبيعي ان هو هيدور على تأمين مستقبل لعيبته. فانا من ساعة ما اتفرجت على الكرة ما شفتش لاعب قال العرض اكتر لا غير بس في 2008 محمد ابو تريكة. ساعة عرض لما كان جاي له عرض من الهلال السعودي قال لا انا مش هروح. لكن في النادي الاهلي لعيبه النادي الاهلي نفسها رامي ربيعة مشي ليه؟ فلوس. انت بتقول له بجنيه، النادي الثاني قال له ب 10 جنيه، فالدنيا بعيده. تمام. مثلا رمضان صبحي انت عرض عليا جنيه، بيراميدز عرض عليا 5 جنيه، تديني 4 ولا انت قال له لا اخري والله اخري الجنيه ومعاك ساعه وترد عليا، فخلاص انا هروح للنادي الثاني. ده طبيعي، ده في اي حته. يعني نفس القصه مع زيزو، نفس القصه مع فرجاني ساسي، نفس مع اي حد. ده طبيعي. احنا نفسنا بطبيعتنا احنا اي حد فينا بيشتغل في اي مكان لو جالك اوفر بسعر احسن في مكان تاني بفرق كبير لا هتفكر في ولادك. هتفكر في ولادك. صح. طيب بالنسبه لمنتخب مصر، جت فتره علينا كنا حرفيا منتخب لا يقهر. يعني في الفتره اللي هي بتاعت متعب وابو تريكة وبركات، يعني وقت ما كان الاهلي فعلا فيه لعيبه جامده جدا كان منتخب مصر وقتها حاجه جامده. تمام. وعلى الرغم من ذلك ما حالفهمش الحظ وتأهلوا لكاس عالم. يعني بعد كده في وجهة نظري ان انا شايف ان مستوى منتخب مصر قل، وعلى الرغم من كده هم اتأهلوا كاس عالم. ففي وجهة نظرك اولا يعني الوصول لكاس العالم ده مجرد حظ؟ بص، مبدئيا الوصول لكاس العالم هو مش فكره حظ، هي المجموعه اللي احنا وقعنا فيها على النظام الجديد بزياده عدد المنتخبات اللي هتتاهل لكاس العالم. هي جت كده مصادفه معانا. يعني انت لو بصيت على المجموعه من قبل ما نلعب مع اي حد هتقول والله خلاص مصر رقم 1 يعني. فهي مش حظ على قد ما هي بس ظروف المجموعه. المستوى انحدر لكذا سبب. اولهم من وجهه نظر يعني تغيير النمط بتاع شخصيه اللعيبه. يعني اللعيبه في الاجيال اللي بتتكلم عليها 2006 8 10 كان في روح. اللعيبه كانت بتنزل تموت نفسها في الملعب فعلا كانت بتحترم قيمه تيشيرت منتخب مصر فعلا. دلوقتي الموضوع ما بقاش كده، الدنيا اتغيرت. ما بقى يعني في حاجه غريبه، الناس ما بتنزلش اللي هو انا هاكل النجيله عشان انا التيشيرت اللي انا لابسه عليه علم مصر. دي كانت موجوده زمان ما بقتش موجوده دلوقتي، او مش زي زمان ومش مع كل اللعيبه. الحاجه الثانيه بقى لما تيجي تبص على دوله زي المغرب وتشوف هم بيشتغلوا ازاي من عمليه تاسيس نشأة شخصيه اللاعب من هو وعنده 15 سنه، وتبص على منتخب المغرب اللي هو عنده 17 سنه، وتبص على منتخب المغرب في 20 سنه اللي بياخد كاس العالم لسه واخدين كاس العالم للشباب. أيوه. وتبص على منتخب المغرب الاولمبي اللي سكعنا على دماغنا في الاولمبياد. تمام. وتبص على منتخب المغرب الكبير اللي وصل دلوقتي رابع اخر كاس عالم. وتبص على كواليتي اللعيبه المغربيه اللي بتلعب عندك في الدوري المصري وما بتلعبش في المنتخب، محمود بن تايك ومحمد الشيبي ووليد الكرتي واشرف بن شرقي. انت بتتفرج على كواليتي وشخصيه لاعب يقدر فعلا يشيل تيشيرت منتخب بلاده حتى لو هو ما بيروحش المنتخب. أيوة. بس هو شخصيته يقدر. تمام. احنا عندنا اللعيبه هشه، احنا محتاجين نشتغل على اللعيبه من سن صغير في انه شخصيته تبقى قويه ويقدر يموت نفسه في الملعب.
طب هو ده بيرجع لاختيار المدرب نفسه. يعني لو هنشوف اللي موجودين في منتخب مصر في الوقت الحالي هو اغلبهم محترفين. يعني هو تحس ان المدرب كده انا هشوف مين اللي محترفين بره يبقوا دول احسن ناس ضمهم للمنتخب. طيب ما هو ممكن يكون في ناس مش محترفين وعلى الرغم من كده بتكون مواهب كبيره جدا وحتى ما بيلاقوش في انديه. ده احنا بنشوف في دورات الرمضانيه ان الفيديوهات اللي بتكون على فيسبوك كده اجوان بتيجي بشكل خرافي. هل ده بيكون مثلا بسبب ان هو استسهال اللي هو خلاص ده محترف فحطوا لي وخلاص؟ يعني ما بيدوروش اكتر، ما بيكونش في كشافين. هقول لك على حاجه. زمان كابتن الجوهري سنه 89 لما كان بيجمع المنتخب اللي هيدخل بيه تصفيات كاس العالم، راح جاب لاعب بيلعب في دوري الدرجه الثانيه اسمه هشام عبد الرسول، تمام، وكان بيلعب مع المنتخب في الماتش بتاع التاهل، كان بيلعب اساسي لما لعبنا الجزائر وكسبناها في استاد القاهره سنه 89 وصعدنا كاس العالم. بس عمل حادثه واتصاب قبل المونديال فما سافرش معاهم. بس تخيل الجوهري راح جاب لاعب بيلعب في الدرجه الثانيه، تمام. بس بتكلم فيه كشافين. هنا انت بتدور على شخصيه، بدور على كواليتي لاعب يقدر يشيل تيشرت المنتخب. دلوقتي الموضوع بقى ايه؟ ليه علاقه بقى بيلعب في نادي ايه، اصلي انا بحب انا بكره، ده محترف لازم يلعب ده وهكذا. مش قصه منتخب اول بس، مش قصه مدرب منتخب مصر بس. الموضوع لازم يبتدي من تحت، من نشأة اللعيبه، من هم 15 سنه هم 17 سنه وانا بكمل معاهم بدنيا ونفسيا وذهنيا، غير بقى شغل الكوره. صح. طيب احنا لو جينا بصينا على جوده اللعيبه، يعني مثلا محمد صلاح ما شاء الله بياكل الاخضر واليابس في ليفربول، مرموش ما شاء الله مع السيتي، وغيرهم كجوده لعيبه ما شاء الله كويسين. ليه ده ما بينعكسش في البطولات؟ بمعنى اصح احنا ليه مثلا لما نروح كاس عالم ما نعملش زي المغرب زي ما حضرتك بتقول، يعني ننافس مثلا على ثالث عالم ولا رابع عالم حتى زي المغرب، ولا حتى نطلع منتخب او اتنين كبار؟ ليه دايما بيكون في تمثيل مشرف وخلص الموضوع على كده؟ يعني رضا عبد العال قال لك مش هنكسب ماتش. ما هو فعلا ما كسبناش، هو كلامك ايوه صح. بالظبط. ما هو الفكره ان انت منتخب المغرب كان بيلعب بلاعب واحد. لا المنتخب يعني لو افترضنا مثلا ان كان احسن لاعب في المغرب في المنتخب في المونديال كان حكيم زياش، شيل حكيم زياش من المنتخب هيلعب هيكمل برضه. ايوه لكن انت لو شلت صلاح لا المنتخب هيقع. شكرا. فاهمني؟ فهو مش بيلعب لوحده. هل انت بتوفر له كل حاجه يا راجل؟ ده في 2015 انا فاكر ضياء السيد كان بيحكي بيقول ما كانش فيه تيشيرتات للعيبه في المنتخب، فاتصلنا بصلاح جاب تيشيرتات على حسابه للمنتخب. فانت موفر له ايه اصلا؟ ينفع يعني انت موفر له ايه او مجهز له ايه عشان يؤدي لك الاداء اللي بيأديه في ليفربول؟ ده اللي هو ابسط شيء. يعني ما طب احنا ما الراجل كان في مره كان نايم في معسكر المنتخب ولقى واحد دخل عليه الاوضه بيقول انا عايز اتصور معاك وهو نايم. يعني هو بياخد راحته بس عشان خاطر يقدر يكمل تدريبات، فهو نايم لقى واحد دخل عليه بيقول له انا عايز اتصور معاك سيلفي. اداره المنتخب مش احسن حاجه. فانا بقول لك لا، يعني هي مش قصه ان هو فرق كواليتي، لا ده انت موفر له ايه. مساء الخير عليكم متابعي ومشاهدي القاهرة 24 في كل مكان. ملعب القاهرة 24 احنا موجودين مع حضراتكم هنا في مركز اسمه محافظة الأقصر، وموضوع قصة تشجيع نادي بيراميدز وكاس مصر وحصوله على بطولة كاس مصر. يمكن نادي بيراميدز كرة القدم اللي يعرف باسم نادي الأهرام هو نادي كرة قدم تم تأسيسه في 2008 تحت اسم الأسيوطي سبورت. طبعا قبل بيعه طبعا للملك الأمير التركي آل الشيخ عام 2018 مقره في استاد الدفاع الجوي. احنا حضراتكم اعزائي متابعي ومشاهدي القاهرة 24 في كل مكان. ملعب القاهرة 24 موجودين مع المشجع أول مشجع في إسنا شفناه موجود في ملعب الدفاع الجوي لحظة ماتش مباراة بيراميدز اللي هي اللي حصل فيها على كاس مصر. يمكن احنا دلوقتي موجودين مع أسرته وفي المكان وفي مكان العيلة. هو موجود متجمع مع يعني أحبائه بيحتفل معاهم بكاس مصر اللي حصل عليه النادي اللي هو بيحبه وبيعشقه في شارع الحتوت، يعني في مركز إسنا بجوار معبد إسنا المكان التاريخي الجميل ده. هنتعرف دلوقتي على ابن عمه، بعد كده ندخل للدكتور بتاعنا ويحكي لنا قصته مع نادي بيراميدز. عرفنا بنفسك كده واحكي لنا قصة الدكتور مع نادي بيراميدز. يعني أنا أخوك الشاذلي حتة، بشتغل في وزارة الشباب والرياضة في إدارة شباب إسنا، ماسك مدير مركز شباب الجرايد بإسنا. احنا الدكتور عبد الرحمن طبعا هو متميز في التعليم من صغره، ومن صغره هو راجل متعلم وليه في التعليم ودايما متفوق، وفي دراسته كان متفوق. وفوجئنا ان هو من 3-4 سنين كان بيدخل معانا في حوار وفي نقاشات ان هو بيشجع بيراميدز.
ازاي يا دكتور؟ طب احنا كلنا في الصعيد بنشجع اهلي زمالك، لكن هو اصر على موقفه واصر على انه هو يكون اول مشجع للبيراميدز، عرفناه في العيله عندنا يعني. اصر على موقفه، اصر انه هو دايما يحضر ماتشاتهم ويتكلم عنهم ويتابعهم ومتابع جيد ليهم يعني. يعني دكتور، احنا فوجئنا ان الدكتور اهو، يعني احنا وصلنا ان احنا نطلع في مكان العائله، في مقر العائله، عائله الحتوت يعني، في مركز اسنا في محافظه الاقصر. المشجع اللي نسميك مشجع نادي بيراميدز يعني، واحكي لنا يعني تجربتك مع نادي بيراميدز. انت اصلا كنت اهلاوي ولا كنت زملكاوي؟ لان المتابعين كلهم بيسالوا السؤال ده دايما، كل لقاء نعمله قالوا انت لسه كنت طالع مع دكتور قبل كده شهير، دكتور الانف واذن، دلوقتي لا احنا مع دكتور. عرفت بنفسك الاول، عرف الشيء المشاهدين عن الموضوع بتاعنا. انا دكتور عبد الرحمن حته، رئيس قسم الجراحه في مستشفى طيبه التخصصي في اسنا. بسم الله ما شاء الله. موضوع كنت اهلاوي ولا زملكاوي؟ لا انا كنت اهلاوي، بس الكلام ده يعني من اخر فتره، يعني من 5 سنين يعني. لحد فتره معينه كده، بس يعني خدت قرار ان انا مش هشجع الاهلي، يعني مش حابب اتكلم في الاسباب. لكن بعدها كان بدايه انشاء بيراميدز، اقتنعت بالفكره وزاد حبي قوي بقى مع انضمام عبد الله السعيد. انا كنت بحب عبد الله خالص. عبد الله السعيد. انا كنت بحب عبد الله خالص، زاد يعني حبي للنادي ومع وصول عبد الله يعني انت بدات تتابع نادي بيراميدز لما لعيبه يعني الاهلي من قبلها، لكن انا بحب عبد الله خالص، فمع وصول عبد الله يعني زاد حبي بدات تتابع النادي وبتتابع ماتشاته وتتابع كل حاجه من 2019. يعني احنا هندخل مع حضرتك ده، احنا طبعا حبينا نطلع اللايف بتاعنا من المكان عباق التاريخ في اسنا، وهو جنب المعبد وجنب شارع العائله. هندخل مع حضرتك يعني نشوف المكان اللي انت تربيت فيه ونشأت فيه. اعزائي متابعي ملعب القاهره 24 في كل مكان، احنا موجودين مع المشجع اللي هو قرر انه يحضر المباراه النهائيه مع نادي بيراميدز في المباراه اللي كانت مخصصه. دخلنا يعني البيت اللي احنا فيه ده بيت تاريخي من زمان، هو مشجع اصيل اصر ان احنا نقعد في بيت العائله النهارده، وان شاء الله يكون الشبكه تكون حلوه باذن الله يعني. وهنشوف يعني هو حتى محتفظ بالتيشيرتات بتاعت النادي يعني، بسم الله ما شاء الله. ده عندك التيشيرت بتاع النادي طبعا يعني المنظر ده اول تيشيرت للنادي في 2019. انا اشتريته اول ما نزل، تيشيرت عبد الله السعيد. ده القصه كلها بقى. يمكن اعزائي متابعي ومشاهدي القاهره 24، احنا لما دخلنا في مكان يعني البيت عشان هو من البيوت التراثيه القديمه يعني، يعني هو هنطلع نكمل بره عشان الشبكه تكمل معانا وتحكي لنا بقى. يعني انت بدات بالتيشيرت اول تيشيرت لنادي بيراميدز. اول تيشيرت ده التيشيرت بتاع عبد الله السعيد. اول ما نزل ده بتاع 2019. 2019 انت عاشق من 2019 كده؟ من 2019 بعدها طبعا انا كنت بشجع النادي على طول. لما كان نادي اسوان طبعا كان في الدوري الممتاز. فلما هم جم عندنا اسوان، انا رحت الاستاد وحضرت الماتش، قابلت طبعا مجلس الاداره بالكامل، مهندس ممدوح عيد واستاذ عمر مدحت واستاذ عمر رسيوني، كل مجلس الاداره يعني ناس محترمه خالص. فطبعا مهندس ممدوح عيد لما عرف ان انا بشجع بيراميدز اداني التيشيرت الثاني. ده كان تيشيرت الفريق يعني. التيشيرت ده طبعا 22 ده واخده هديه من رئيس النادي يعني؟ ده هديه من المهندس ممدوح عيد. يمكن احنا شفنا على التواصل الاجتماعي تكريمه ليك بعد المباراه ولا قبل المباراه؟ لا هو ده انا اللي كنت مدي الدرع، عشان بس في لغط حصل في الموضوع انه ده تكريم. لا انا اللي كنت واخد الدرع ده هديه، سلمته للمهندس ممدوح عيد في بعد الماتش. احنا كان على ارض الملعب يعني مع الاحتفالات بعد المباراه. انت اللي اديتهم هديه؟ بعد يعني كانت تهنئه واهداء للنادي بعد الماتش. احنا طبعا نزلنا كل الجماهير واسر اللعيبه كلنا كنا نزلنا ارض الملعب في الاحتفالات. انا سلمته للمهندس ممدوح عيد. يعني هو المنظر كان جميل، وشفنا الناس كلها فهمت ان هم اللي بيكرموا الجمهور طبعا. وبدا الناس تقول الجمهور ده رايح بفلوس والجمهور ده مش عارف ايه لا والله انا مسافر لحد اسكندريه على حسابي الخاص، وراجع برضه على حسابي، يعني لا في وجبات ولا في الازايد. الكلام اللي اتقال ده دايما رايحين بوجبات ورايحين، انما انت واضح ان انت حد يعني كلام مش منطقي. يعني انا مش هسافر من اسنا لحد اسكندريه عشان خاطر اخد وجبه. ده كلام مش منطقي، ما يدخلش دماغ حد طبعا. يعني ده انا ما رضيتش على الناس. يعني هو من امبارح انا شايف كومنتات كتير على السوشيال ميديا وناس كتير بتقول حاجات زي كده، ما رضيتش ارد عليهم يعني، لانه يعني ده كلام عيب وكلام مش منطقي. يعني هو الواحد يعني كلنا شايفين ان نادي بيراميدز لما بينافس مع الاهلي والزمالك ده كله لصالح الكره المصريه طبعا. والله ده ظهر في الفتره الاخيره. يعني شكل الدوري بقى حلو. احنا من زمان الدوري بيخلص من قبلها ب 10 اسابيع و15 اسبوع
اول دوري يشهد الاثاره دي وكل الناس تبقى قاعده مترقبه نتائج كل الماتشات كان في السيزون ده. مين اللي عمل الطفره دي؟ بيراميدز. بالظبط. بغض النظر عن انه ما كانش فيه توفيق وفي حاجات تانية كانت بره الكوره يعني مش حابين نتكلم فيها، لكن الحدث اللي حصل في الكوره وكان فيه تطور والناس كلها مركزه مع نتائج الماتشات، لا ده طفره واللي كان سبب فيها بيراميدز. لو بيراميدز انا بقول لك من دلوقتي البيراميدز هينافس على بطوله الدوري بعد كده، يعني هيبقى في حاجه من طعم بننافس الفتره دي، مش هينافس، لا احنا كنا بننافس وبننافس وقبل كده في نهائي الكاس مرتين، مره مع الزمالك ومره مع الاهلي، ونهائي الكونفدراليه قبل كده مره، وقبل نهائي الكونفدراليه مره. لا احنا في الصوره من زمان يعني مش حاجه هتبدا، لا ده الفريق من زمان موجود، لكن هي ما كانش فيه توفيق بس في انه اخر خطوه اللي هو تكسب البطوله، ودي ربنا الحمد لله كرم بيها في اخر ماتش في نهائي الكاس والحمد لله. احكي لي بقى احساسك لما يكون في مباراه بين بيراميدز والنادي الاهلي بقى. والله العواطف يعني بتاعتك بتبقى عامله ازاي والشعور اللي جواك بيبقى عامل ازاي يوم المباراه ده بالظبط؟ هو طبعا هو بيبقى ماتش طبعا غير اي ماتش، وماتشات بتبقى كلها حماس وماتشات صعبه. انا الماتش اللي هو كان في الدور الثاني في الدوري ده كنت موجود في الاستاد، وكان ماتش يعني غايه في الصعوبه والعنف، كنت في استاد الدفاع الجوي. الموضوع بس بيبقى فيه يعني ايه بعض النواحي الانتقادات شويه، وبيبقى منتظر بقى صحابنا وقرايبنا الاهلاويه بيبقوا كتار، فبيبقى فيه يعني ايه بعد الماتش او قبل الماتش او اثناء الماتش. حتى يعني معايا جوز اختي في اسكندريه، اول ما يبقى فيه جول للاهلي مثلا ولا حاجه يكون بيرن قبل الكوره ما تدخل. فبيبقى فيه يعني حفله شويه، ويعني بتبقى اجواء كويسه برضه. عامه الجمهور اللي دلوقتي دايما اللي بيتكلم معانا، دايما الجمهور دلوقتي اللي معانا حاليا جمهور النادي الاهلي، كله دلوقتي بيعلق لحضرتك جمهور النادي الاهلي، يعني تقول احنا طبعا بنحترم كل الجمهور طبعا، وجمهور النادي الاهلي يعني احنا عايزين يبقى فيه مشجعين في كل الروابط وفي كل. فكرت بقى انا والدي الله يرحمه كان اهلاوي شديد خالص، ومعروف في البلد كلها ان هو كان اهلاوي متعصب. وكل اصحابنا واهلنا ومعظم الناس اهلاويه، يعني مش هنقدر ننكر حاجه زي كده. لكن يعني طالما الامور في اطار الود والهزار وما تخرجش عن كون ان هي كوره. طبعا طبعا. طب هو دايما احنا الحاله الثانيه نطلع معاها دكتور برضه، دكتور يترك النادي الاهلي ويذهب لتشجيع نادي اخر. يعني من فتره كنا مع دكتور ساب النادي الاهلي وشجع نادي الزمالك. مش غريب ان انت تسيب النادي الاهلي وتروح تشجع فريق بيراميدز، فريق لسه يعني جديد من 2018. بس انا مش يعني انا بشجع الفريق من بدايته، من بدايه مقتنع بالفكره من ساعه ما ظهر. من اول ما ظهر النادي. يعني مش انا ما سبتش الاهلي ورحت مثلا على الزمالك، طب ما راح اشجع نادي جديد، نادي بتاريخ. لا انا كنت مؤمن بالفكره، ويعني انا يعني بعاند على الحاجه اللي انا مقتنع بيها، فكملت معاهم والحمد لله. بدا يبقى في ناس كتير بتحب النادي، وبقى في جماهير، اي نعم مش كتير لكن موجودين. بدات تقنع حد من صحابك وقرايبك ان هم ينضموا معاك للفكره ويبقى في رابطه لنادي بيراميدز؟ بالعكس والله انا مش عم انا بالصوره يعني انا كلهم دايما في تريقه، ودايما لما يكون في ماتش ما بين بيراميدز والزمالك او بيراميدز والاهلي بيكون في يعني دايما تريقه، ويعني شاذ الزمالك. يعني ابن عمك ده مثلا عايزين نقنعه مثلا هو زملكاوي بس يعني طبعا مش حيوان لان انا برضه من مصغري زملكاوي. لكن هو اخذ عبد الرحمن فكره معينه، الدكتور عبد الرحمن. هو عبد الرحمن دايما كان متفوق في دراسه زي ما قلت لك، ما شاء الله عليه، معين وبيعاند في الفكره بتاعته. احنا كنا فعلا ندخل في مناقشات معاه، يا راجل بيراميدز يمين، لكن هو اصر على فكرته لحد ما نجحت. لكن اكل زملكاوي صعب طبعا اغير. طبعا الزمالك ليه طعم ثاني طبعا. طبعا كل واحد بيقتنع باللي هو اصلي وحب الزمالك ده للابد. يعني انا زملكاوي لكن عشان ممكن بالرغم ان احنا شفنا يعني شفت هزايم متتاليه للزمالك وخروجه يعني دول الزمالك ما كانش بيراميدز هياخد كاس مصر. الزمالك مش قصه بطوله، ده حب من الطفوله يعني. الله ده عشق كمان يعني. الزمالك اصلي مهما اتغلب ومهما ازمات ومهما وقف قيد ومهما ما فيش فلوس ومهما ورعاه والكلام ده كله، برضه احنا مالناش دعوه، احنا بنعشق الزمالك نفسه يعني. مش قصه بطوله او لا، ده قصه عشق الزمالك يعني. خلينا مع في اهلاويه كتير في العيله برضه مقتنعين بنفس الفكره، وبنحترم بعض وبنقدر بعض، كل واحد على فكرته وحبه اصلي من عند ربنا. ده اتولد زملكاوي، ده اتولد اهلاوي. خلينا بقى مع دكتور عبد الرحمن. بتفكر يا دكتور يعني يبقى في رابطه للنادي بيراميدز في الصعيد؟ يعني احنا معانا مشجع في بنبان في اسوان، لسه زميلنا كان طالع معاه، وعندنا هو في لوكسور، يبقى كده لوكسور واسوان هيبداوا يعملوا رابطه ويشجعوا نادي بيراميدز في المستقبل. فكره وجود رابطه من عدمها يعني دي انا ما اعرفش يعني. ما شاركتش في حاجه قبل كده يعني انه يبقى في تنظيم مثلا في حاجه معينه او
حاجه زي كده، لكن اعتقد ممكن يكون فيه يعني، خصوصا انه الشباب اللي طالع دلوقتي مع وجود السوشيال ميديا ومع وجود ثقافات مختلفه واكتر من حد، يعني ما بقاش يعني زمان كان اعلامي واحد بيطلع على التلفزيون، لا دلوقتي الناس بقت تسمع لاكتر من راي، فالاجيال اللي طالعه ممكن يتكون فيها يعني لاكتر من مشجع لاكتر من نادي. يعني احنا بنشوفك في كل مباراه بيكون فيها بيراميدز بتحضر المباراه، حضرت كام مباراه لحد دلوقتي لنادي بيراميدز من اول ما بدا بطوله كاس مصر والدوري؟ حضرت المباراه بتاعت بيراميدز واسوان اللي كانت في استاد اسوان، وحضرت مباراه بيراميدز والاهلي اللي كانت في استاد الدفاع الجوي، ومباراه نهائي الكاس بيراميدز وزد في طبعا نهائي الكاس دي طبعا اخدت اجازه وقلت لازم احضرها طبعا. ده كان يعني عشان خاطر الاقي حد يغطي مكاني، ده كان يعني حوار. عملت المستحيل عشان تحضر المباراه. كان عندك امل ان البطوله ليكم ولا كنت خايف؟ لا انا كنت خايف طبعا، لانه كان في حاله من النحس في السنين اللي فاتت. أنا كنت خايف خالص. انا واخد مشوار، ده انا يعني من اسنا على القاهره ومن القاهره على اسكندريه، ومشوار اسكندريه برج العرب ده لوحده ساعه، يعني ساعه مشوار صعب، كان مكان بعيد للمباراه فعلا يعني. طبعا احنا طالعين من الاستاد بعد الساعه 12 يعني. طيب يعني اليوم اللي كان فيه المباراه حسيت مين الجمهور الاقرب ليكم اللي كان بيشجعكم ويعني وعايز الفريق بتاعكم يفوز، جمهور الاهلي ولا جمهور الزمالك اللي كان متعاطف معاكم اكتر؟ لا مفيش حد اهلاوي كان بيتعاطف معانا. طيب كده ظهر الموضوع ان مفيش حد اهلاوي تعاطف مع بيراميدز خالص مفيش اي اهلاوي بيتعاطف معانا. الزملكاويه واغلب كمان صحابنا الزملكاويه يقولوا احنا عايزين يبقى في منافسه، وعايزين يبقى في يعني انديه جديده، ومش لازم يبقى في فريق واحد هو اللي بيكسب او كده يعني. يعني احنا اعزائي متابعي ومشاهدي القاهره 24 كنا ناويين نطلع مع الدكتور يعني في مكان كروي، لكن هو طبعا لينا هنا مقر العائله، يعني عائله آل حته في اسنا بجوار معبد اسنا المشهور، وسط طبعا ابناء عمومته، الكل كان فرحان معاه وجي فرح معاه طبعا، وكلهم بيقولوا احنا هنشجع بيراميدز عشان خاطر الدكتور عبد الرحمن، الدكتور غالي علينا طبعا، فكل هو ابناء العائله موجودين معانا، هو حاليا بيحاول يقنع ابن عم الزملكاوي ان هو يبقى زيه، بس طبعا دي مش تقدر عليها طبعا. لا صعب ان انت تغير واحد زملكاوي. لا صعب بالرغم من ولا اهلاوي صعبه يعني، مش كل الناس بيبقى عندها اللحظه اللي هو يقدر ياخد قرار انا هغير كذا وهنفذ كذا وهفضل عاند عليه، لانه في ناس كتير بتحط في دماغها كلام الناس، ده الناس هيقولوا عليا ده غير انتمائه وده غير. انا عن نفسي مثلا مش بحط حاجه زي كده، لما بفكر فيه بعاند عليه وبنفذه. بس انت اللي برضه اللي وداك بيراميدز حبك للنادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي، مجرد ما انت في لعيب بتعشقه راح لنادي بيراميدز؟ لا خالص. لا انا كنت مقتنع بفكره انه يكون في كيان جديد، تمام، والفريق ساعتها لما بدا كبير، كان في لعيبه اسماء، كان في كينو، كان علي جبر لسه لاعب كاس عالم، كان في احمد الشناوي، احمد ايمن منصور، كان في اسماء كتير، مجدي قفشه كان في الفريق في اول سيزون، كل اللعيبه دي كانت موجوده في الفريق، فكان كيان باين ان هو هيبقى حاجه كبيره، واول سيزون احنا نهينا مركز ثالث. ايوه فعلا، يعني النادي دايما وكمان عينه على لعيبه كبار وبيحاول يتفاوض مع لعيبه كبار، طبعا واضح ان النادي فيه خلاص يعني احنا يعني خلاص خلال اليومين دول عبد الرحمن مجدي رسميا في بيراميدز، يوسف اوباما رسميا في بيراميدز، وصديق انت عندك كمان بيان بالصفقات اللي حصلت يعني. يعني بقول لك هو عبد الرحمن مجدي ويوسف اوباما، وخلاص صديق اوبولا يعني في اللحظات الاخيره كمان. بسم الله ما شاء الله، انت عندك تواصل مع مجلس الاداره وعندك يعني تواصل مع مش طبعا مش في الحاجات بتاعت الصفقات يعني، مش طبعا دي هتبقى اسرار صفقات. عندك في علاقات بتربطك بلعيبه نادي بيراميدز؟ تعرف حد منهم سلمت عليهم في يوم الاحتفال؟ سلمت عليهم طبعا في الماتشات في الاحتفالات، لكن مفيش علاقات يعني، لكن انا اعرف الاستاذ عمر مدحت في مجلس الاداره برضو المركز الاعلامي للنادي برضو في اوقات كتير برضو كنا بنتواصل معاهم، وان شاء الله الفتره اللي جايه يعني الدنيا تكبر يعني. حابب توصل رساله لجمهور النادي الاهلي وجمهور النادي الزمالك دلوقتي اللي بيشاهدوك، تقول لهم ايه يعني من خلال القاهره 24؟ انا يعني مش هوجه رساله لكل الجمهور، لكن انا اقول لكل قرايبي وزمايلي اللي كانوا دايما بيتريقوا عليا، انا مش زعلان منكم، انا زعلان عليكم. انت مش زعلان منهم، انت زعلان عليهم. يعني بنهايه الكلمات الجميله دي هنشوف كده فرحه يعني كل الجماهير الصغيره اهو، يعني ابناء عم الدكتور يعني معاهم اهو التيشيرتات بتاعت نادي بيراميدز، التيشيرت القديم والتيشيرت الجديد، واللي حكى لنا الدكتور قصتهم الاثنين. يعني اعزائي متابعي ملعب القاهره 24 في كل مكان، احنا كنا موجودين معاكم مع مقر عائله الدكتور عبد الرحمن المشجع اللي هو مقتنع جدا بفريقه، وشايف ان هو كده اللي بيعمله ده في صالح الكره المصريه، وحب الناس كلها تفكر كويس وتاخد قرار لو هي شايفه لعيب محترم او فرقه محترمه زي نادي بيراميدز يشجعها ومفيش مشكله. يعني الكره المصريه كله ده في صالح الكره
المصري. اعزائي متابعي الملعب القاهره 24، كنا مع حضراتكم من مركز إسنا محافظه الاقصر. كنت حابب اوري حضراتكم المكان التاريخي اللي احنا موجودين فيه، يعني في إسنا بجوار معبد إسنا، معبد إسنا يعني القديم. شكرا متابعي ومشاهدي القاهره 24 في كل مكان. كنا مع المشجع اللي هو بقرر انه يشجع شكرا يا دكتور ليك. العفو، نورتونا ونورتوا شارع العائله، نورتونا. شكرا، السلام عليكم. زي ما قلنا في فقرتنا الطبيه النهارده هنتكلم عن اورام الرحم. بنرحب بضيفنا النهارده دكتور عبد الرحمن حته، اخصائي جراحه الاورام بمعهد اورام اسوان. اهلا بيك يا دكتور. اهلا وسهلا دكتور. يمكن هو من يعني السيدات ليها اورام معينه يعني بتشتهر بيها، ومنها اورام الرحم او كمان يعني اورام الثدي، يمكن خاصه القصص الخاصه بالهرمونات يعني. هو لكن اورام الثدي اكثر شيوعا. يجي بعد منها اورام الرحم والمبايض. طيب اورام الرحم والمبايض هل هي مخيفه ولا؟ طيب خلينا نتكلم عن اورام الرحم الاول. في اورام الرحم الليفيه الحميده، وفي الاورام السرطانيه. الاورام الليفيه الحميده هي ممكن تعمل مشاكل للست تواجهها، لكن طريقه العلاج بتاعها والنهايه بتاعه المرض دايما بتكون حاجه بسيطه ان شاء الله. لكن الخوف دايما بيبقى من الاورام السرطانيه الخبيثه، لانه ممكن الورم ينتشر الكبد للرئتين وتوصل بعد كده للوفاه. بتبقى الاسباب ايه يا دكتور؟ طيب بالنسبه لي اسباب اي ورم خبيث الى هذه اللحظه مش معروف سبب واضح، الا لو كان لكن وراثي. بيكون في عوامل يعني بتزود نسبه حدوث الورم. زي؟ طيب بالنسبه لي اورام الرحم الخبيثه اكتر حاجات بتسبب حدوث يعني بترفع نسبه حدوث الورم هي الهرمونات الخارجيه. انه الاستروجين او البروجستيرون، الست تاخد اقراص فيها الهرمونات الخارجيه من بره الجسم، ده بيخلي الحمض النووي بتاع الخلايا يتغير الاداء بتاعه، فممكن الخلايا نفسها تتحول لخلايا سرطانيه. ما هو في ستات من بعد ال40 وال50 يقول لك نعوض هرمون الاستروجين فناخد بقى الحاجات بالزبط. دي بتبقى مشكله كبيره لو اخدوه بدون اشراف طبي. لازم بيكون تحت اشراف طبي ومتابعه مستمره. والجينات الوراثيه يا دكتور؟ في اورام الرحم الخبيثه الجينات الوراثيه اللي تصابوا من اهلها باورام رحم خبيثه او في الثدي بترفع نسبه حدوث الورم. يعني الاثنين، الرحم والثدي. طب ازاي نعرف بقى يعني المرض ما بيتكونش في اسبوع ولا اسبوعين، يعني هو ممكن يظهر بعد مثلا مرور سنتين او اكتر؟ طيب بالنسبه لي اورام الرحم الخبيثه اي واحده ست في سن اليأس يجي لها نزيف مهبلي. هو سن اليأس ليه؟ الناس بتقول عليه كده. هو مش يأس على فكره. لا هو مش يأس ولا حاجه، الناس يعني ده ما تعرف عليه الناس. يعني نقول سن ما بعد انقطاع الدوره الشهريه. بالظبط. تمام. ما بعد انقطاع الدوره اي ست يجي لها نزيف مهبلي احنا بنعتبره ورم خبيث الى ان يثبت العكس. لانه النزيف المهبلي بعد انقطاع الدوره الشهريه 10% من السيدات المصابه بالنزيف ده بيكون عندهم ورم خبيث. طب ما في ناس اثناء الانقطاع الدوره الشهريه بيحصل لها النزيف ده. لا احنا بنقول 10% اللي بيطلعوا ورم خبيث، مش شرط. يعني ممكن ست بعد انقطاع الدوره الشهريه يجي لها نزيف مهبلي وما يكونش سبب ورم خبيث، لكن بتبقى علامه خطر، لازم ساعتها نطلب المشوره الطبيه عشان نتاكد ان هو ورم مش خبيث. او لو يعني ما نستهونش بالموضوع بمعنى اصح. اي ست بعد انقطاع الدوره الشهريه تصاب بنزيف مهبلي دي علامه خطر، لازم تتوجه لاقرب طبيب. لا انا كان قصدي يا دكتور ان الناس اثناء الانقطاع، يعني هي الدوره الشهريه بتقطع هي بيحصل لها عمليه نزيف في الفتره الاخيره اللي هي في اخر سنه او سنتين بيبدا يحصل تغير في مواعيد الدوره. فبيبدا يعني الناس تشك ان ده نزيف لان هو المواعيد اختلفت بس. تمام. وبرده ساعتها برده لازم يكون الموضوع ده تحت اشراف طبي. هل النزيف بس يا دكتور ولا ممكن مثلا تاخد بالها من لون متغير او من يعني هل في حاجات مصاحبه ليها لان ممكن يحصل لخبطه؟ لا هو بالنسبه للسيدات اللي بعد انقطاع الدوره اخطر حاجه موضوع النزيف، لكن السيدات اللي في مرحله الحمل والرضاعه بنخاف من انه الدوره الشهريه تيجي فتره طويله
او تيجي بنزيف كتير، دي علامه خطر برضه، ساعتها نطلب المشوره الطبيه. في اعراض تانية ممكن تظهر مع النزيف، انه ممكن يكون في مشاكل في الجهاز البولي، لانه لما بيحصل تضخم في الرحم ممكن يضغط على المثانه او كده، يكون في صعوبه في التبول، او يكون في الم مع التبول، ممكن يكون في تحس ان في تضخم في حجم البطن، يحصل مشكله في الجهاز الهضمي، تحس بغثيان. دي اعراض مصاحبه، لكن اخطر حاجه النزيف. طب هل عرض النزيف بيحصل في الاثنين، اورام خبيثه او حميده؟ في الاثنين، لكن بيفرق السن. لانه الاورام اللي فيها الحميده غالبا ما تصيب الست في فتره الحمل والرضاعه، اللي هي نقدر نقول من سن ال20 لسن ال50. الاورام الخبيثه غالبا ما تصيب الست فيما بعد انقطاع الدوره الشهريه. ما بتعرفش غير بالعينه. العينه هي الفيصل، لكن الاشعاعات بتدينا وصف تقريبي اذا كان شكلها في الاشعه باين ان هو حميد او خبيث، لكن الفيصل بتبقى العينه، اللي هي الناس يعني الاسم الشائع بتاعها عمليه الكحت. دكتور عبد الرحمن، انتوا وصلتوا لخبره في هذا الموضوع لدرجه ان في دكاتره بمجرد ما بتمسك، يعني حتى لو ما كانش في الرحم، بتمسك الورم من بره بتعرف اذا كان هو خبيث او حميد، بتشوفوه في الاشعاعات بتعرفوا من غير عينات. هو زي ما بقول لحضرتك بيبقى في حاجات بتوصف الورم، اذا كان في اللي احنا بنسميها خصائص او كرايتيريا تقول اذا كان ده حميد او خبيث، لكن برضو بنوصل عند نقطه انه لازم الفيصل هو العينه. هل بيبقى العلاج بيبقى ليه علاجات، ولا بنفضل ان احنا نشيل الرحم؟ طيب اذا كان الورم خبيث، تمام، بعد تاكيد العينه اول حاجه بنتاكد ان الورم ما انتشرش. بنعمل فحوصات نتاكد ان الورم ما انتشرش كله. بالظبط. ان شاء الله لو في حاله انه الورم ما انتشرش، ساعتها بنعمل عمليه، وبعد منها على حسب نتيجه نوع الورم نشوف نوع العلاج اللي هتاخده بعد كده، ممكن علاج كيماوي او اشعاعي على حسب نوع الورم ومكانه كمان، لانه في عنق الرحم غير لو في الرحم من فوق. طيب في حاله الانتشار بيأثر بقى على اي منطقه في الجسم، مش كده؟ ولا بيروح اماكن معينه؟ اكتر مكانين ممكن ينتشر اليهم هو الكبد والرئتين. مع ان ده في مكان وده في مكان. هي الفكره انه دي الاماكن اللي الدم بيروح لها. يعني الدم بيروح للرئتين وللكبد. طيب الناس اللي هم يعني اكثر عرضه للاصابه بالامراض او الاورام السرطانيه، وخاصه لو كان في جينات او عامل وراثي، لو هو كده المفروض ان هم يعملوا ايه؟ طيب اهم حاجه نبعد عن الهرمونات الخارجيه. يعني اول حاجه السيدات اللي هم في فتره الحمل والرضاعه، في حاله ان هي هتاخد فتره كبيره بدون حمل، يفضل ان هي ما تاخدش اقراص منع حمل. تمام، تاخد اي وسيله تانية لو هنمشي على يعني في فتره كبيره بتلعب على الهرمون يعني تتابع مع دكتور النساء بتاعها بحاجه غير الاقراص، سواء كان لولب كبسول زي ما يكون دكتور النساء شايف الافضل. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه العامل الاخطر برضو بيزود معانا نسبه حدوث الورم هو السمنه. تمام، الوزن الزايد برضو بيزود نسبه حدوث الورم، بالاضافه للعوامل الثانيه اللي بتزود حدوث اي ورم خبيث، التدخين، الفاست فود، الاكل، الزيوت المهدرجه، الحاجات دي كلها. طب هل في مثلا حاجات مثلا تعملها هي، يعني مثلا في اورام الثدي يقول لك في كشف ذاتي بتكشف بدل ما تروح تعمل ماموجراف او تعمل اي اشعات كل فتره؟ لا في لكن هو في الرحم المفروض هل في تحاليل بتعملها مثلا معامل بنتابع الحالات اللي هي عندها عوامل خطوره عاليه. لو في مثلا والدتها مثلا اتصابت قبل كده بسرطان للرحم، ساعتها بنطلب منهم تحاليل مستمره، بس برضو في السن لما توصل للسن اللي والدتها اتصابت فيه. بجد؟ ساعتها بنطلب منهم تحاليل دوريه اللي هي تحاليل دلالات الاورام. ده في الرحم بس ولا كمان في الاورام الرحم والمبايض؟ ولو اورام ثدي؟ في الثدي لا، الثدي بنتابع بالماموجرام والسونار على حسب السن. لا انا قصدي حضرتك بتقول من شويه ان احنا بنتابع بعد السن لا بعد ما توصل للسن لا ده بيبقى في اورام الرحم واورام القولون، هو بس. موضوع السن ده اللي بيفرق معانا. لكن الثدي لا. أنهي أكثر خطورة يا دكتور، الإصابة بالورم يعني بهذه الأورام في سن مبكر ولا في سن متأخر؟ يعني الناس كبار السن، على أساس إن الكبار السن بيبقى هرموناتهم خلاص يعني شبه معدمة. لا هي الفكرة إنه الأورام لما بتيجي في الشباب بتكون أكثر شراسة. لكن يعني احنا الحمد لله في الفترة الأخيرة الاكتشاف المبكر دايما وانتشار الوعي ما بين الناس بدأ يخلي نسبة الشفاء عالية الحمد لله. هل فعلا الحالة النفسية ليها تأثير؟
والله الكلام ده عليه دراسات، يعني اذا كانت بتاثر او لا، يعني دي دراسات، في بعض الدراسات بتقول انه المريض لما بتكون حالته النفسيه افضل بيستجيب افضل للعلاج. لكن ما فيش حاجه بتاكد الموضوع ده 100%. طيب العلاجات بقى سواء بالاشعه او الكيماوي، كمان دلوقتي الكيماوي فيه اقراص، هل بيتحدد على اساس ايه؟ يعني خلاص احنا اتعملت العمليه او بدات العلاج او شلنا، هل يتعلق بشيل الرحم او لا؟ او في علاجات بتبقى كيماويه قبل العمليه وحاجات بعد العمليه؟ في اورام المبايض بناخد عينه حال تاكيد، طبعا مش بناخد عينه من المبيض، بناخد عينه من السائل البريتوني حول الورم او من منديل البطن. اذا تاكد ان في ورم خبيث في المبايض ساعتها بنبدا علاج كيماوي الاول، وبعد منه بيبقى في عمليه جراحيه لاستئصال الرحم والمبيضين وجزء من منديل البطن، وبعد منها بقى وبعد كده كيماوي، لكن ما فيش اشعاعي في الموضوع. والله هو خطة العلاج بتتحط من الأول كلها على بعض. تمام. بتختلف فيها سن المريضة، بيختلف فيها نوع الورم، بيختلف فيها إذا كان انتشر ولا لا، وبتتحط الخطة كلها على بعض، عملية بعد منها علاج كيماوي أو إشعاعي أو الاثنين، الكيماوي الأول العملية بعد كده وهكذا. هي الأورام الليفية تختلف عن الأورام السرطانية؟ بتختلف في الأداء طبعا. الأورام الليفية ممكن تكبر في مكانها، يعني تتضخم داخل الرحم لكن لا تنتشر. هو الورم يعني أطلق عليه إن هو خبيث لأن هو بينتشر. تمام. ممكن ينتشر للكبد للرئتين أو كده، لكن الأورام الليفية بتفضل في مكانها، بتكبر في مكانها. طب يا دكتور، لو الورم في الرحم وبدأ ينتشر في أماكن تانية في الجسم، هل بيبقى العلاج واحد برضو ولا لا؟ هنا بقى الأمور بتختلف، لأنه لو المريضة وصلت لمرحلة متأخرة ساعتها مش هتستفيد من العملية، يعني لأن احنا لو شلنا جزء من الورم بيكون منتشر في أماكن تانية، فساعتها المريضة مش بتستجيب للعملية فبتبدأ علاج كيماوي. هو العلاج الكيماوي عبارة عن إيه يا دكتور؟ يعني بيأثر على الخلايا السرطانية إزاي؟ والله هو دي يعني ممكن يتكلم فيها افضل مننا دكاتره علاج الاورام، لكن هو بيشتغل على الدي ان ايه والاجزاء المكونه للخلايا، ان هم يثبطوا يعني انتشارها او يثبطوا النمو بتاعها نموها. تمام. في ايه من الحاجات الغريبه؟ يعني احنا دايما نسمع عن الستات سواء في الثدي او في الرحم، يعني هل في مناطق تانية بتصاب بيها؟ لا، هي ممكن تصاب بسرطان في القولون، في المستقيم، في لا حاجه هرمونيه، يعني مثلا غده. الرحم والمبايض والثدي دي اللي ليها علاقه بالهرمونات الانثويه. ليه يا دكتور؟ اشمعنى الهرمونات؟ يعني ليه صبيونا في هرموناتنا؟ يعني حاجه غريبه انها تبقى الهرمونات هي السبب يعني. لا، هي مش بتبقى السبب، لكن هي احنا اللي بنقول ان هو ممكن يكون سبب لما تكون هرمونات خارجيه غير اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها. يعني معنى كده ان الهرمونات يعني مثلا لو واحده هرموناتها اعلى من حد تاني تبقى هي اكثر عرضه؟ لا، هو ما فيش ولا حاجه هي عشان طبيعيه مش هرمونات اقل. ما فيش حاجه اسمها هرمونات اعلى وهرمونات اقل. الفكره انه الهرمونات دي ربنا سبحانه وتعالى خالق ليها حاجات بتنظمها جوه الجسم، بتزود الافراز وتقلله على حسب الحاله بتاعت البني ادم او المريضه لو كان بنتكلم على واحده ست. لكن الهرمونات اللي بتتاخد من بره الخارجيه دي اللي ممكن تغير الاداء بتاع الدي ان ايه بتاع الخلايا، يعمل لها خلل، يعمل خلل بقى، فممكن يحصل زياده في النمو وتتحول لخلايا سرطانيه. طب دكتور، احنا دلوقتي هل الاكل ليه علاقه بان هو يحفز؟ يعني هل في خلايا سرطانيه مثلا كامنه وممكن تتحفز بعوامل تانية احنا بنعملها؟ هي نفس العوامل بتاعت كل الاورام اللي بنقول عليها اللي نحاول نتجنبها. الاكل الطبيعي الصحي بيقينا من العوامل المحفزه اللي بتبقى موجوده في الاكلات الحديثه اللي هي الفاست فود والزيوت المهدرجه والحاجات دي. اصل انا دايما بشوف مثلا يعني لما الناس بتصاب بحاجه زي كده بتدخل على النت تشوف الاكلات الصحيه المظبوطه، ممكن يقول لك مثلا فاكهه القشطه بتساعد، في ناس تقول لك مش عارفه. هو يا ريت الناس كانت تقرا من قبل ما تتصاب، يعني يا ريت الناس تقرا من قبل ما تتصاب عن الاكل الصحي. تمام. احنا يعني باختصار نبعد عن اي حاجه مصنعه.
اللحوم المصنعه، الزيوت المصنعه، الحاجات الغير طبيعيه، المهدرجه والغير طبيعيه دي بترفع نسبه الاصابه بكافه الاورام، مش بس بالرحم او المبايض او الثدي او في حاله ان احنا شالوا الرحم، تمام، وهل في احتياطات معينه الست بتعملها بعد العمليه ولا كده تمام خلاص؟ المتابعه بس. لانه ممكن لا قدر الله يحصل ارتجاع في الورم. بتاخد ادويه مستمره ولا بتاخد علاجها فتره معينه وتبدا تتابع بعد كده. للعلاجات دي علشان تعمل ايه؟ علشان نحبط الخلايا انه ما يطلعش فيها ورم تاني. وبرضه ده مش كل الحالات، يعني زي ما بقول لحضرتك خطه العلاج بتختلف من مريضه للتانيه على حسب السن، على حسب انتشار الورم، على حسب نوع الخلايا السرطانيه. في وجود الورم في الرحم، هل لازم الرحم يتشال كله ولا ممكن نشيل جزء الورم بس؟ لا، لو ورم خبيث لازم يتشال كله. لازم يتشال الرحم كله. طب لكن لو هو ورم ليفي حميد ممكن نشيل الورم الليفي بس. هنضيف حاجه تانية يا دكتور؟ لا كده. شكرا ليك دكتور عبد الرحمن حته، وشرفتني بوجودك معايا النهارده. احنا لسه معاكم في حلقتنا النهارده بعد الفاصل.